السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع عائشة وفي صالون شاي عائشة مجمع الصحابات والحبابات والمعيطيبات. اليوم غادي نهضروا على كيفاش تشري راحة بالك اختي. ايوا نشوفوا، ولكن باش نهضر لكم ضروري ما نبدا اختي راس الحربة ديالكم، المعيطيبة الكبيرة ديالكم اللي هي بيان سور صاحبة القناة اللي هي عائشة باش تشري راحة بالها. خسرتي كتير. عرفتوا باش نشري راحة بالي شنو درت؟ شريتها بخسران بالي. تقول لي كيفاش؟ وراه خسرت اختي البال ديالي وخسرت صحتي اختي، عاد شريت راحة بالي صافي. يعني حتى وصلت للكا وحتى وصلت صافي للحضيض، عاد فقت وقلت ايوا يلاه شوفي عويشه شنو درتي في حياتك اللي وصلك لهاد المرحله هادي. لقيت بانه بكل بساطه انا اللي كنت السبب في كاع هادوك المشاكل تقريبا اللي وقعوا ليا، من غير هادوك السموميين والوقحين اللي كيتسلطوا عليك وهما تيفرضوا نفسهم عليك. لا هادوك خليهم جانبا، هادوك تنديروا لهم الحصه ديالهم، دوك الحصه ديال الكيماوي ديالهم جهده. حنا غادي نشوفوا دابا حنا راسنا بعدا حنا كي درنا عطبنا راسنا. فباش نشري راحة بالي خواتاتي تبعت بعض الخطوات اللي غادي نشاركها معكم. كما قلت لكم انا ما هي لا كوتش ولا قاريه على هادشي ولا والو، كنبارطاجي معكم مشاكل ديالي، فين وصلوني المشاكل، باش كنحس، التجارب ديالي اللي من خلالها الحمد لله بديت كنصلح ذاتي فقط. يعني أما شي حاجة واحدة أخرى، إلا كنتو بغيتو أهل الاختصاص راه كاينين أهل الاختصاص. أنا فقط كندير فيديوهات كنضحكوا فيهم، كنشطوا فيهم، كنحس بكم قرابين ليا وأنا كنحس براسي قريبة ليكم فقط. يعني كتعرفوا عليا عن كتاب عن طريق أنني كنعاود ليكم. أما شي حاجة واحدة أخرى راه أهل الاختصاص هم اللي عندهم يعني عندهم، هما أهل المشورة. أما أنا راه ما كاين لا أهل الاختصاص هنايا لا حتى شي حاجة. هنايا فقط حنايا ضاحكين باسطين كنتعاودوا مع بعضياتنا، كنشاركوا التجارب ديال بعضياتنا ونقطة. فكيفاش غادي نشري راحة بالي وكيفاش تشريو راحة بالكم؟ كما قلت لكم انا باش نشري راحة بالي خسرت كتير، خسرت بزاف من الحياة ديالي للاسف. يعني كنجلس وشي مرات كنتحسر، ويلي كنوض كاع كنبكي على حياتي وكنقول كيفاش انني ضيعت حياتي واهدرت وقتي واهدرت طاقتي وصحتي وهدرت حتى الوقت اللي عندي مع الابناء ديالي ومع الزوج ديالي باش قال لك نرضي الاخرين. وشوفوا على هبال كي داير، الهبال ديال الهبال والله العظيم. في حين ان الاخرين بالنسبه لي دابا حاليا صراحه يجي فيضان يديهم ما عنديش مشكل، يجي شي تسونامي يديهم ما عنديش مشكل، يجي شي بركان يديهم ما عنديش مشكل. علاش؟ لان ما بقاش عندي داك الارتباط الوطيد بالاخرين، بحال نقولوا تفطمت من الناس، تفطمت منهم. بعدا باش انت ديري تشري راحة بالك خصك تفطمي راسك بعدا من الناس اللي هما دايرين بيك، من الناس اللي انت مرتبطه بهم واحد الارتباط ديال بحال الاكسجين ديالك. لا عندك فاطمه تغضب عليا، لا جات مرت لوسي لا خصني نعرضها باش ما يقولوش عليا راني غيرانه منها، وها هما كاع حتى قالوا غيرانه منها. ويلو بروبليم، ويلو بروبليم، فين هو المشكل؟ فين هو المشكل؟ علاش نتوما دائما كتفكروا بالعقل ديال عباد الله؟ علاش دائما حاطين ديك الاحتماليه ديال الكحله في الكحله؟ ها هما قالوا ها انت عرضتيها زعما عطاوك جائزة نوبل للسلام، ها انت عرضتيها وجيتي وطيحتي كتافك وطيحتي صحتك. انا ما كنقولش ما تعرضيهاش، ولكن غير كنقولوا مثلا داكشي اللي كنحطوا حنايا في دماغنا. ها انت عرضتيها يا لاله وقتلتي ولادك هذاك النهار وسهدتيهم قطعتي فيهم النفس وجلس لوالديك وما طلعش هنا وما تنقصش هنا وخلي راه عمتك جايه ولا خالتك جايه ولا شي معقده ديال المعقدات جايه وكملتي ما عرفت شنو درتي ويومين وانت في الكوزينه ومن موراها سيمانه وانت مريضه وكبرتي وما عرفت شنو، وفي التالي كتجي وكتزويك بشي هضره يلاه، ولا كتمشي بحالتها ما كتقولكش تدوزي عندي. اذا شنو درتي زعما؟ شنو ها انت دابا شنو النتيجه؟ كنظن كيف كيف باغي كيف انت كبرتي بها وهدرتي الطاقه ديالك وهدرتي الوقت ديالك وهدرتي الصحه ديالك وزمطتي ليا عباد الله داك النهار كامل. حنا عارفين اغلبيه ديال النساء ديالنا اللي قلبهم حار ملي كيكون جاي عندهم الضيف اش كيديروا الرهاب النفسي في العائلة؟ ساكتة، تنظموا.
فين باغيين نوصلوا ما نعرف. حتى ما تكتروش الهضرة، كنتقمصوا شخصيات أخرين. كاينة كاع اللي كتسد على ولادها كتقول لهم ما نسمعش الحس ديالكم. علاش؟ حيت واحد السمومية راها جاية وانت عارفاها سمومية وعارفاها ما كيقر فيها خير وعارفاها كتلكعك وعارفاها الفعة سامة وكتكبري بها وتطلعي فيها وما نعرفت شنو وتروني راسك وهذه، وفي التالي حق عليك فاش ترضيها ولا تباني عليها ولا تشوف الصالون ديالك، حيت حتى حنا راه عندنا عقد. وتمشي بحالتها وتقول لك ها ما تسواي، شدي في الفاكور لوراني، ها مستواك، وتحط لك واحد الزيرو قداش، ها ما تسوى يا اختي، ها هو ها هي القيمه ديالك، ولا تزدح لك شي هضره وتزيد بحالاتها. ها انت ما شريتيش راحه بالك يا صاحبتي، ما شريتيش راحه بالك. وانا جايه في شريان راحه البال. كاينه واحد البنت اللي معانا اللي عاودت لي على واحد الجاره وكتأفف منها، وان شاء الله غادي نديروا لها حلقه ديالها بوحديتها. راجلك اختي، راجلك النهار وما تقلبي له في السوارد وتقلبي له في التليفون وتقلبي له انت غير متبعه البصمات، تقولي خدامه انسبيكتور في خفا، خدامه انسبيكتور بلا قراد بلا فلوس بلا حتى شي حاجه. وانتي موسوسه غير بوحديتك، شري راحت بالك وسيري جلسي وتهني مع راسها، تقومي بالواجب ديالك وبلا حضيان بلا تجسس بلا جالسه وتقدي في دوك الصبعان طيرتي كاع الضفار. امور اللي كنديروها صراحه اللي غبيه، والله العظيم بعد مرور الوقت كنكتشفوا بانها غبيه. تصرفات ما يمكن ان نقول عنها الا انها تصرفات غبيه. واحد صاحبتك انت متاكده من التصرفات ديالها تجاهك وعارفاها سامه وعارفاها هضاره وعارفاها طنازه وعارفاها حشايه وعارفاها ما نعرفت شنو، ومستمره في العلاقه ديالك معاها. اذا انت ما كتشريش راحه بالك وتجي تصدعي عباد الله وتقول لهم انا مرضت، وتجي تصدعي عباد الله وتقول لهم انا تهديت، وتجي تقول لعباد الله انا راه ركبوا فيا الاعصاب، ركبوا فيك الاعصاب، انت اللي ركبتيهم في راسك من خلال انك ما كتعرفيش تتصرفي مع عباد الله. واش واحد الانسانه شافتك انت اصلا ما عطيتيش القيمه لراسك وبغيتي هي تجي تعطيها لك، والله لا حلمتي بها. واش واحد الانسانه كتشوفك بانك كتقطعي النفس في هذوك اللي معاك باش تستقبليها هي، وانت عارفه طينتها وعينه ديالها كيفاش دايره، وبغيتيها تعطيك قيمه تقول لك شوفي اللي معاها مساكن كي معذبين، شوفي اللي معاها كي دايره ليهم مساكن، عاد انا غدير فيا الخير. حتى هي ما غاديش ترحمك كيف ما انت ما رحماش هذوك اللي معاك. كتشوفي وحده، انت كتشوفي كتقولي انا بغيت راحه بالي، راحه بالي شنو هي اختي؟ هي وحده غادي تجي عندي وتضيع ليا وقتي وتجلس معايا 7 السوايع، ولا انا نوقف النهار وما طالع عليها، ولا نوقف على الناس اللي يستاهلوا مع الناس اللي يستاهلوا مع الناس اللي بحال نفسي بحال نفسهم، هادوك يا اهلا وسهلا. اما وحده اللي غادي تجي وتضيع ليا وقتي والاخر وانت الوقت عطيه ليها كامل، ولادك هذاك الوقت اللي تعطيه ليها سيري اختي عطيه لولادك، سيري دوري بهم، سيري بهم لشي بارك، سيري ضحكي معاهم، نشطي معاهم، كولي معاهم، تصابي معاهم، ديري واحد الطبسيل ديال الذره وجلسي تاكليه انت وياهم، ديروا واحد الفيلم ديال الدادا دودي ولا احمد حلمي راه كيضحك، ولا ياسمين عبد العزيز وجلسي تفرجي انت وياهم، ولا شي فيلم زوين هكا يا اوروبي. وانت ديري اختي غير فيلم غير ديال لي غوكان اختي، ديال القروش، اللهم الفيلم ديال القروش ومع ولادك وخلق لهم المتعه ويعقلوا لك عليه واحد النهار، لان وليداتنا الثمره ديال العطاء ديالنا كيردوه لينا في الكبر. حنا كنغرسوا في الصغر وما تيردوا لينا في الكبر، شنو ما غرستي فيهم غتلقاي في كبرك. غرستي الحنان والضحك والنشاط حتى هو غيبقى يجيب لك بنينات وحليبه وعويصيرات وضوينينات، ويجي عند ميمتو واخا يكون بدارو ويجي عند ميمتو ويضحك معاها وينشط معاها ويوكلها ويشربها، واخا تكوني باراليزي واخا تكوني شاده الفراش واخا تكوني ما عرفت شنو واقع لك، وعاد يمشي عند ولادو. علاش؟ لانك انت باش كان صغير كنتي كتعاملي معاه بحال هكاك. وحده شاده لك التليفون 7 السوايع وانت ما قادراش تقولي لها لا، وتجي تدمري تقولي لا انا ما درتش، انا ما عطي قيمه لراسك اختي، عزيها تعزك، عزيها تعزك. سيجي على مملكتك وعرفي تعيشي حياتك، وحتى واحد ما غادي يدوز لك على طرف. شري راحة بالك وشريها اختي، ولو يقتضي الحال ولا يستدعي الحال انك تطهري من المحيط ديالك وتنقي المحيط ديالك وتغربلي المحيط ديالك. اللي ما فيه نفع دفع، اللي ما فيه نفع دفع. بيان سور انا هنايا على من تنهضر، ما تنهضرش على العلاقات الطيبه، على العلاقات السويه، على العلاقات الامنه، انا كنهضر على العلاقات السامه. باش ما تجيش اختي واحد النهار وتقولي انا ما كنتش، انا مرضوني، انا خربقوني كما وقع لي دابا انا حاليا. صافي حتى يعني مشات ليا واحد 80% ديال الصحه ديالي، عاد داركت الامر، عاد انا شريت راحه بالي.
ديري الخير في راسك، ما تنتظريش الناس يديروه فيك. باش غديري الخير في راسك هو انك تعطي قيمه لراسك وتكوني انانيه مع راسك، والشري راح تبالك، الشري راح تبالك. ولا ما شريتيهاش انت راه حتى واحد ما غادي يجي يبيع حالك. بالعكس، الناس غادي يبخسوا منك راحة بالك الا شافوك محلوله وشافوك متهاونه. كوني متاكده حتى داك راحه البال والله لا نحبتي بها. هذا هو الفيديو ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله.